هو احنا ليه ولادنا مش بيبرونا بسهولة؟ الحقيقة أنا يعني وأنا بتأمل كده في سورة لقمان كان حكيم، وربنا سبحانه وتعالى ألهمه إن هو يوصي ابنه مجموعة من الوصايا في سورة لقمان علشان احنا كلنا نتعلم منها. أول وصية قالها لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، أول حاجة قالها له إنه دله على ربنا، دله على رب العالمين سبحانه وتعالى. علشان كده كان الرد من رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية اللي وراها على طول: ووصينا الإنسان بوالديه. انت تدل ابنك على ربنا، ربنا هيدله عليك على طول. وهي دي الإشارة، انت تدله على رب العالمين وعلى طريق الله وتوحيد ربنا، ربنا يدله عليك. اول ما تقول له خد بالك من ربنا في حياتك وخلي ربنا موجود في حياتك وعظم وجود الله في حياتك، هو هيمشي في الطريق ده، ربنا هيدله عليك، هيدله عليك ويعرفه ان هو يبقى قد ايه بار بيك. اتنقل من وصية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. تعرفوا إن في ربنا سبحانه وتعالى يقف معاك، وهو لما يمشي في الطريق هيعرف يكون بار بيك، لأنه هو مشي في الطريق وعرف إيه اللي ربنا يحبه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن الموضوع مش سهل، وإن ابنك ممكن يقاومك. تيجي تقول لي ابني رافض الصلاة، بقعد أقول صلي كتير ومش راضيين يصلوا بسرعة. ما هو على فكرة ربنا برضو عرفك الوصفة سبحانه وتعالى، لأنه يعلم إنك ممكن تتعرضي لمقاومة من ابنك أثناء ما أنت بتدليه على الطريق. فربنا يقول في آية تانية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لما تيجي تقولي له حاجة اصبري، ما هو ممكن ما يمشيش من أول مرة، ممكن يكون مفتون، ممكن يكون بيتشغل ملهي شوية. واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أنا عندي شغل مش فاضي، ربنا رد عليك في نفس الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لو طلب الرزق هيلهيك عن إنك تاخد بالك من الأولاد وإنك تركز معاهم في عبادتهم في المقام الأول، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ابدأ في البداية، عرفهم على طريق الله واصبر على الطريق، وهم لما يمشوا في الطريق صح ربنا سبحانه وتعالى هيصلحهم من عنده. طب عملت كل ده وما مشيش الحال، ليس عليك هداهم. المنهج الرباني في كل شيء ليس عليك هداهم. طب ما كل راعي مسؤول عن رعيته. أيوة، كل راعي مسؤول فيما أمره الله سبحانه وتعالى. أمرت ابنك بالصلاة وصبرت عليه، علمته، خدتي بالك من بنتك ومن لبسها وأسلوبها وطريقتها، بعد كده ما انتبهش، ما عملش اللي أنا عايزه، ليس عليك هداهم، أنت عبد وهو عبد، أنت لك ربي حسبك وهو لي ربي حسبه. ليه ولادنا مش بياخدوا بالهم مننا؟ علشان احنا محتاجين ندلهم على طريق ربنا الأول، وهم لما يمشوا في الطريق ويحبوا ربنا هيحبوا اللي بيحبوا ربنا، فهيبدأوا يعملوا بالوصية اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم. أنا أوصيه بالله، ولما يوصل لله الله سبحانه وتعالى هيوصي عليه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أنت اديت له الطريق، على طول ربنا سبحانه وتعالى يدله عليك: ووصينا الإنسان بوالديه.